في الفترة من 2016 ل 2018 كنت بمر بظروف صعبة جدا، لغاية ما وصلت إنه فكرت إنه أنا لو حياتي انتهت هيبقى ده أفضل بالنسبة لي. لكن في الوقت ده ظهر شخص كان بيصلي من أجلي وبيشجعني جدا إنه دي فرصة إنك تبتدي من جديد. في الوقت ده حياتي بدأت تتغير بشكل مختلف. لو سألنا بقى بطرس إيه أصعب موقف مريت بيه في حياتك، هيقول أكيد موقف إنه أنكر المسيح. المسيح قبل الحادثة دي بساعات قليلة كان بيتكلم مع التلاميذ وقال لبطرس انت هتنكرني. بطرس خدته الشجاعة، ازاي ومش هيحصل. كان ممكن المسيح يطنش الموقف او يعديه، لكن هو قال له كلمة جميلة قوي، انه انا هطلب لاجلك لئلا يفنى ايمانك. طب يا رب مش كنت صليت علشانه علشان ما ينكركش من الاساس؟ المسيح كان بيعلم التلاميذ بطريقة مختلفة، كان بيديهم فرصة ان هم يغلطوا علشان خاطر يتعلموا. ارسلهم 2 علشان يخرجوا شياطين ويعملوا معجزات، ودي كانت مخاطرة كبيرة، لكن كان بيسيبهم يجربوا ويتعلموا، وحتى لو غلطوا بيحاولوا تاني. لازم تبقى عارف ان المسيح بيصلي علشانك لئلا يفنى ايمانك. حتى لو انت دلوقتي محبط، حتى لو انت دلوقتي حاسس بفشل، حتى لو انت حاسس دلوقتي انه مفيش فايدة، فرصة النهاردة ترجع وتقول له يا رب احييني وعضدني وشجعني من جديد. فرصة النهاردة تبتدي بداية مختلفة. بصلي علشانك انه النهاردة تبتدي بداية مختلفة.